اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم 3 مرات. يا كل الدنيا اللي بتسمعوني اسمعوني ابوس رجليكم، تعبت. اي واحد في الدنيا لو انا يقول لك ان فلان اعرف ان هو عامل لك عمل قريب او بعيد، دجال، ساحر، كذاب، ان صدقته كفرت بما انزل على محمد، وان ذهبت اليه ذهب نصف دينك، راح نص دينك. يا جماعه اتقوا ربنا، يا جماعه بوس رجليكم، هيعرف منين؟ يا جماعه الشيطان ما بيخدمش حد الا ما تقدم له، الا ما تدفع، الا ما تشحن الكارت. عشان تشحن الكارت لازم تكفر بالله، لازم تدنس شرع ربنا، فيبدأ يكذب ويقول لك فلان عشان يقطع الأرحام. يا جماعة المرض من عند الله سبحانه وتعالى، والشفاء من عند الله. قل كل من عند الله. خد بالك، إنما سيدنا إبراهيم لما قال وإذا مرضت أدب، بينسب المرض لنفسه، ما ينسبوش لربنا. لكن والله ما عمل ولا أي شيء خالص. اتقوا ربنا في دينكم. أي شيخ يسألك عن اسم أمك دجال، أي شيخ يسألك عن تاريخ ميلادك كذاب ودجال، أي شيخ يقول لك هات لي قطر منديل فلنا الباس، دجال وكذاب، أي شيخ يقول لك اللي عامل العمل فلان قريب بعيد، كذاب ودجال. خدوا بالكم، اتقوا ربنا في الأمور دي كلها. يا جماعة ديننا بيضيع. النهاردة احنا أكبر تجارة بعد المخدرات والسلاح هي تجارة الدجل والشعوذة. تجارة الدجل والشعوذة. ليه؟ لأن احنا ما عندناش عقيدة في الله سبحانه وتعالى، ما عندناش دين في الله سبحانه وتعالى. أنا راجل كنت 134 كيلو، لما تعبت وخسيت وبقيت ما شاء الله سمباتيك 80 كيلو، والله أكبر في عيونكم. اللي قابلني يقول لي معمول لك، اقسم بالله دخل علي واحد من احد مشايخ الطرق، ربنا يغفر لنا وله، في مسجد ستنا السيده زينب والله، وقال لي معمول لك عمل ان انت تخس. قلت له انا عارف، واللي عمل لي العمل عمله لي بالسكر. يا عم روح بيع الكلام ده على حد غيري، يا عم الله يسترك، يا عم انا اللي بجيب العفريت وبمشيه بمزاجي انا، يا عم الحاج العفريت اصلا ما يرضاش يجي جنبي يخاف من محمد ابو بكر. روحوا بيعوا الكلام ده على حد غيرنا. فعلشان خاطر ربنا لا تعتقدون الا في الله، ولا تسجدون الا بين يدي الله. انا هسال سؤال واختم وهطلع فاصل يا عم احمد، ولو عايز تنهي الحلقه نهيها. هو ليه الاعمال والدجل والسحر والشعوذه والعفريت ما بيركبش الا الست المصريه وما بيتعملش الا الست المصريه؟ يعني العفاريت والشياطين يا عم احمد تخصص مصريات، عايزين نكت، طب ما يروحوا للاجانب، حاجات حلوه هي ما شاء الله، وبرفانات وحاجات حلوه، وهيشوفوا حاجات جميله، على الاقل مش هينكدوا على نفسيهم. يا جماعه اتقوا ربنا. هذا بلد الازهر، وهذا بلد يحمي الاسلام لا يضيع الاسلام. شيلوا الكلام ده من دماغكم واعتقدوا في الله سبحانه وتعالى. الصحابة لو اعتقدوا الاعتقاد بتاعنا كانوا راحوا في داهية. لو الصحابة يوم ما اتهزموا في غزوة أحد قال لك اتعمل لنا عمل، ما كناش انتصرنا. احنا مع النبي انتصرنا وانهزمنا. لكن الفارق بيننا وبين الصحابة ان الصحابة كانوا بيدرسوا ايه اللي وصل لهم الامر لكده. لا انكروا السحر، انا ما منكرش السحر وما منكرش الحسد، لكن عشان نتوسع عليه، عشان نصبح الصبح ما اشوفش تقولي لي عمل، عندي قلب تقولي لي عمل. يا ست اتقي الله.